شايفة الدلع ولا مش شايفة يا أبلة؟ أي خدمة. يا وادي. بونسوار ميويا. بونسوار يا أبلة، عاملة إيه؟ المرة دي بقى جايالك عشان نحلي مع بعض. يا خوفي. عاملالك فطير كداب خطير، عمرك ما تصدقي إن ده فطير معمول بالجلاش. الله، أموت في الكدب. يلا بينا. الموضوع سهل وبسيط جدا. اول حاجه بجيب عندي الجلاش واحده كده سمنه روابي بطعم القشطه. خطيره ازاي؟ هنسيح سمنه روابي بطعم القشطه وهندهن بيها الجلاش. ندهنها كده كويس تخليه طعمه خطير بجد، ريحتها رهيبه. هحط كمان رق كده من الجلاش. كل واحد بقى يحط الحشوه اللي هو عايزها، وانا عرفت يا ابله ان انت بتحبي الشوكولاته فهشيلك شوكولاته. بس زودي الحشو احسن ما هبطة. طبعا يا ابله. ميرسي شيري. حبيبتي يا ابله. اهم حاجه مش عايزاكم تطلعوا على الاطراف، يعني نخليه في النص بس كده. هنزل بقى بسكوت بالشوكولاته، وانتوا ممكن تحطوا اي حاجه انتوا عايزينها عادي، الحشوه اللي تفضلوها حطوها. هنقفل اول طرف كده ونيجي كده، وبعدين ننزل بسمنه روابي طعم القشطه. بصوا قفلناها كده زي الظرف. اخر حاجه بقى نحط هنا برضو سمنه روابي بطعم القشطه، وكده هي جاهزه معانا نسويها. شفتي بقى يا ابله هي سهله وخطيره ازاي؟ سهلة تمام، بس مش بدري على خطيرة دي. خطيره، هتدوقي دلوقتي احلى فطير. هدهن الطاسه بسمنه روابي بطعم القشطه وهتديله لون وقرمشه خطيره. خطيرة تاني. اصبري بس دقيقتين والفطير يبقى جاهز معانا. ننزل بقى الجلاش بتاعنا على الناحيه اللي احنا قفلناه بيها. هفضل سايباه ياخد لون وبعد كده نقلبه على الناحيه التانيه ياخد لون، وكده يبقى جاهز معانا. نقلبها بقى على الناحيه التانيه. شايفه يا قبل اللون الخطير اللي اخدته من سمنه روابي بطعم القشطه؟ خطير. وكده خلاص الفطير الكداب جاهز معانا وخد اللون المظبوط. يلا بينا يا قبله بقى ندوق وقولي لي رايك ايه. شم ريحه الفطير خطيره ازاي يا قبله؟ ريحة خطيرة. اصبري بس اغرقها لك كده بالشوكولاته وبعدين تدوقي. لا، الشوكولاتة خطيرة. اي خدمه. يلا بقى يا قبله جهزت لك الشوكه والسكينه ويلا عشان تدوقي. دوقي بقى يا قبله وقولي لي رايك. لا، روابي بطعم القشطة خلت الأكل تحفة. يا حبيبي المرحوم فايته كتير.